بمجالسك الخاصة تدعي لإسقاط مجلس النواب، بس ليش؟ أكيد نحن انتخبنا مجلس نيابي ليعمل واجباته، ليشرع، ولا مرة شفنا تشريع مثل البشر، كلها مشاريع، وإذا في شيء قانون بخرب بمرقوه، في القانون اللي بيبني ما شفناه. يعطونا الثقة، مفروض الناس ترجع تشيل الثقة وتقول يجب أن يسقط هذا المجلس النيابي وينحل وكأنه مش موجود لإعادة انتخابه. وأنا هون بدعي إذا من هلا ل10 أيام زمان ما انتخب رئيس جمهورية، مفروض الشعب اللبناني ينزل كل واحد قدام بيته، يوقف مع قدام بيته ويقول ما برجع على بيتي، ما بخلي حدا يمرق، اي نائب اي وزير بفوت في اعلان على بيوتهم، ناخذهم ونضبهم شي محل ثاني. كان الجيش يستلم ويعمل انتخابات جديده، انتخابات لمجلس نيابي جديد. يعني ساعتها الشعب يعني عم تدعي لاسقاط مجلس نواب أكيد. واستلام الجيش زمام الامور. يستلم الجيش كليا، هو الدرك والامن العام يستلموا الامن تا يصير في انتخاب جديد، والشعب ساعتها يتحمل مسؤوليته. بس الجيش رح يعمل انتخاب صادق شفاف نزيه. لما بيصير في انتخاب شفاف ونزيه كل انسان يتحمل مسؤوليته. ساعتها اذا بدهم يرجعوا يعيدون ذاتهم وينتخبون يدبر حاله على الدنيا السلام، معناتها انهم مبسوطين، كما تكونون يولى عليكم. اذا الشعب عنده رؤيه انه هؤلاء الفاسدين او هؤلاء اللي بيمشوا مثل هيك، يعني بيمشوا بدون اي راي ورا زعيمهم، نحن بدنا نواب يكون عندهم رأي مستقل، رأي صائب، رأي حلو، يعرفوا يقولوا ايه ويعرفوا يقولوا لا، للشر لا، للخير ايه.